طبعا الفيديو هذا خاص باخواننا اصحاب عدن. نشوف مقاطع فيديو في الفيسبوك في التواصل الاجتماعي بشكل عام انه ما في كهرب. امانه اني اشوف فيديوهات، الله يعينكم، والله ما هو تشفي، والله ما هو تشفي، بس قلتكم الله كيف كانت عدن ايام علي عبد الله صالح. طبعا يعني تعبير راينا، فقلتكم الله لا تجحدوا كيف كانت ايام علي عبد الله صالح. طبعا عدن هذه كانت اليمن كلها البدله، وعدن كانت الكرفتة، يعني الكرفتة هي اللي تزين البدله. فالله يفرجها على اليمن من جنوبه لا شماله، واسال الله ان ربي يحفظ عدن. والله ما هو تشفي، بس حبيت اطرح على الحروف نقط. السلام عليكم ورحمة الله، شو اخباركم؟ معي أنا أحمد بشامة. ماذا تعرف عن عدن؟ عن المدينة التاريخية الثقافية الحضارية الرياضية. مهما قلنا عن عدن، عن شعرها وجمالها وفنها، ما نقدر نعطيها حقها. عدن في هذه الأيام عايشة في ظلام دامس، لا كهرباء ولا خدمات فيها. طيب مين نتكلم؟ نقول الإمارات، ذيول الإمارات، الحكومة الشرعية، مين نتكلم؟ أنا أقول اللوم كله على شباب وبنات عدن. كيف تسكتوا على حقكم؟ كيف تسكتوا على ناس لا يعطوكم كهرباء ولا موية ولا أي شيء في المدينة؟ يا أخي هي موتة، يا أخي يا نموت سوا يا نعيش سوا. كفاية، بس خلاص، بس للإمارات وذيولها، بس للفساد اللي معشش في هذه المدينة. يعني بالله هل يعقل أنتوا عايشين في الظلام والمسؤولين كل واحد عنده لمبات الدنيا مولع الدنيا؟ بس يا أخي بس فكروا فيها. تحياتي لكم، لا تسكتوا على